عندي خبر صار لكل الأمهات اللي بيحبوا يفتخروا بولادهم إنه يصيروا دكاترة أو مهندسين عشان بالصبحيات عارفين إشي يتباهوا فيه. ابني دكتور، ابني مهندس. هاي هي الوظائف اللي بسموها 6 digits وطلعوا 6 digits رواتب. تعتبر تخصصات ستام يعني علوم، تكنولوجيا، هندسة ورياضيات أكثر تخصصات تتهيأ للنجاح من أول الطريق. على رأس القائمة هندسة الطيران، بيلحقها كمبيوتر انجينيرينج بالمرتبة الثانية، وبعدها هندسة كيميائية وكهربائية. بنط دخلك السنوي ل6 أرقام، وكلهم متوسط دخلهم فوق 120,000 دولار سنويا. ومع نمو الذكاء الاصطناعي صار في نمو بقطاع التكنولوجيا، يعني وظائف أكثر. مثل ميتا وأبل ونتفليكس عم بدوروا على ناس بيقدروا يواكبوا هذا التطور المتسارع. ومش بس مهندسين، حتى خريجين تخصص الاقتصاد والمالية وتحليلات الأعمال والشؤون الدولية والفيزياء، كلهم ممكن يوصلوا 6 digits. واللي قرروا يدرسوا آداب زي معاشهم بعد 10 سنين شغل 49,000 دولار. السؤال هلأ، أنت شو كنت ناوي تدرس وين أخذك الزمن؟